4 افلام حاليا بيتعرضوا في السينمات، فتقدر تختار فيلم منهم وتدخله. اول فيلم هو فيلم برشامة، بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح. واحد من اكتر الافلام المتحمس ادخلها في السينما هو فيلم برشامة، فصراحة انا متحمس جدا. هيبقى الفيلم اكيد فيه صريخ ضحك، والفيلم حاسه هيكون حلو. تاني فيلم هو فيلم فاميلي بيزنس، بطولة محمد سعد، وبتشاركوا البطولة غادة عادل، معاهم كمان دنيا سامي وأسامة الهادي. بصراحة الإعلان بتاع الفيلم مخيب، يعني حاسس إن الفيلم مش حلو ومفيش كوميديا فيه. بس يعني ممكن الإعلان يكون ظالم الفيلم ويكون الفيلم حلو، وممكن أديله فرصة وأدخله سينما وأشوف إيه الكلام. ثالث فيلم هو فيلم سفاح التجمع. الفيلم اللي بقاله فترة كبيرة جدا بنسمع أخبار إن مش عارف حسن الرداد هيعمله او احمد الفيشاوي، وفي مشاكل كبيره جدا على الفيلم ده. الفيلم بطوله احمد الفيشاوي، فبصراحه من الاعلان بتاعه انا اتحمست جدا. الاعلان بتاعه بصراحه مشد جدا، وشكل فيه شغل محترم معمول فيه، فبصراحه انا متحمس جدا لسفاح التجمع. الفيلم الرابع هو فيلم ايجي بيست، والفيلم بيحكي عن المجموعه اللي كانت ورا موقع ايجي بيست، وبنشوف الاسرار بتاعت الموقع ده وايه الخبايا وايه الحاجات اللي حصلت من وراء اصحاب الموقع ده. والفيلم بطولة احمد مالك، وبيشاركوا البطولة بابلو. فانت ما تنساش تقول لي ايه اكتر فيلم متحمس تدخله في السينما من ال4 افلام دول. وكالعادة لو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل لي لايك وفولو، ويلا سلام.